ليه في بنات بتطلع حلوة في الصور وبنات لأ؟ بصي يا ستي، أكيد حصلت معاكي قبل كده تتصوري صورة وتبصي عليها تقولي هو أنا كده بجد؟ وفي نفس الوقت تلاقي واحدة صاحبتك تتصور بأي موبايل بأي زاوية بأي إضاءة وتطلع كأنها موديل. طب ليه؟ هل الموضوع حظ ولا في سر؟ خليني أقولك الحقيقة، الموضوع مش جمال زي ما انتي فاكرة. أول حاجة، الكاميرا مش عينك بتشوف الناس بشكل ثلاثي الأبعاد في عمق وحياة، لكن الكاميرا بتحولك لصورة مسطحة، فبعض الملامح اللي شكلها حلو في الحقيقة بتضيع في الصورة. تاني حاجة، الزاوية. الزاوية يا بنتي، في بنات عندهم زاوية معينة لو تصوروا منها وشهم يبقى متناسق جدا، ولو غيرتي الزاوية سنتي واحد كل حاجة تتغير. وده السبب إن نفس البنت ممكن تطلع في صورة حلوة وصورة تانية تقولك مين دي؟ تالت حاجة، الإضاءة ممكن تخليكي نجمة وممكن تظلمك. نور من قدام يبين ملامحك بشكل ناعم، نور من فوق أو من تحت يطلع تفاصيل عمرك ما شفتيها في وشك. رابع حاجة، تعبير وشك. في بنات أول ما الكاميرا تيجي يتوتروا، عضلات وشهم تتشد وابتسامتهم تبقى مصطنعة فيطلع الشكل غريب. وفي بنات تانية واخدين على الكاميرا فوشهم طبيعي. خامس حاجة بقى، ودي أخطر واحدة، انتي متعودة تشوفي نفسك في المراية بشكل مقلوب، فلما تشوفي صورتك الحقيقية تحسي إن في حاجة غلط، مع إن ده شكلك اللي كل الناس شايفاه عادي. وآخر حاجة، الخبرة. والله في بنات ببساطة اتعلموا يتصوروا، يعرفوا يقفوا ازاي، يبصوا فين، يمالوا راسهم قد ايه، فبيطلعوا حلوين مش لأنهم أحلى، لكن لأنهم فاهمين هم بيعملوا ايه. في الآخر بقى، الموضوع مش مين حلوة ومين لأ، الموضوع مين عارفة تطلع حلوة في الصورة. قوليلنا في التعليقات، انت شايفة نفسك بتطلعي حلوة في الصور ولا مظلومة؟ ولو في حاجة محيراكي وعايزانا نتكلم عنها اكتبيها، ويمكن تبقى الحلقة الجاية عليكي.